ثورة شبابية قامت عشان العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ثورة شبابية قامت لخلع نظام برأسه عشان يجي رئيس جديد ونظام جديد، رئيس شاب فتي قوي يقدر يقود البلاد ويرجع لنا مصر الفتية. الجزء الثاني من حقيقة عمرو موسى، الجزء الثاني من حقيقة مرشح الرئاسة اللي اتخطى عمره 70 سنة ومع ذلك عاوز يبقى رئيس لثورة شباب. ممكن يشوفوه بيتكلم ازاي وبيفكر ازاي، وهل هو عقله اصبح بعد 70 زي عقل في 40 او في 50؟ هل ذاكرته اصبحت طبيعية؟ نشوف ونرجع تاني. السؤال اولا للسيد عمرو موسى: وضع المؤسسة العسكرية في الدستور او بشكل رسمي يختلف عنه بشكل عرفي. ما هو الوضع المثالي في تصورك للمؤسسة العسكرية في السنوات الخمس القادمة؟ المؤسسة العسكرية تقصدي بها القوات المسلحة؟ نعم. خلينا نقول القوات المسلحة. يا راجل تصدق ما كنتش اعرف هي اسمها كده بجد. يلا خدوا العلم من افواه المرشحين. نشوف امين عام جامعة الدول العربية مركز في الدول اللي كان بيجتمع بيها ولا لا؟ اما علاقة موضوع ايران فانا ضد حرب مع ايران. ايران دولة عربية ليست عدوة، وانما دولة عربية لنا معها خلافات كثيرة جدا، وخلافات تتعلق بالدول العربية في الخليج، بالامارات العربية، بالبحرين، وكذلك بالعراق. لنا مشاكل لابد ان احنا نسمع من ايران ما يمكن ان يطمئن على هذا، بما في ذلك الجزر الاماراتيه، بما في ذلك الوضع في سوريا، بما في ذلك طريقه تعاملهم مع القضيه الفلسطينيه. انما ده لا يعني ابدا الموافقه على ضرب ايران. امسك الولد ده محمد، امسك الولد ده. عايز تايه ده ولا ده؟ امسكه من رجله، امسكه من رجله، ده تايه باين عليه. طيب ماشي ماشي. ايه ده احنا بنصور؟ طب هو فين يا علي؟ هو فين؟ الجاكيت اهو. لقيته انا لابسه. يا راجل يا امين عام جامعة الدول العربية، مش عارف اذا كانت ايران دولة عربية ولا لا؟ مش عارف الدول اللي انت بتجتمع بيها كامين عام سنين طويلة؟ مش عارف الدول العربية وانت كنت وزير خارجية لمدة 10 سنين لمصر؟ طب هتعمل ايه لما تمسك رئاسة مصر بعد الشر؟ يعني ممكن تروح تقعد في افغانستان على انك تحكمها على انها مصر وانت ناسي؟ ولا ممكن المنتخب بتاعنا يكون بيلعب ماتش كورة مع موزمبيق ولما يجيبوا فينا جون تقوم تشجعهم؟ المهم انت مرشح نفسك وانت كده ليه؟ يا واحدة يعني انا عارف الدكتور ابو الفتوح قال نعم للتعديلات الدستورية في مارس اللي فات، وهو قال كده، وبالتالي انا فاهم مش فاهم من امتى التحق بالثورة. اذا كان بداية الموقف كان نعم للتعديلات الدستورية، رغم اننا جميعا الثورة والثوار والناس اللي فاهمين يعني ايه ثورة صوتنا ضد هذا. انما أنا ده على اعتبار
باعتبار يعني ان انا واللي زيي والدكتور ابو الفتوح كنا يوم 25 يناير كنا قاعدين في الحمام، وحضرتك كنت قائد الثوره. ايه؟ بيلوك في ايه؟ اعرضوه، خلونا نشوف بيلوك في ايه تاني. ولهذا يأتي التأييد الشعبي الكبير الواضح، لأنه عارف عمل ايه عمرو موسى لما كان وزير خارجية. تأييد شعبي جارف جامد يا متمكن. طب تعالوا بقى نشوف كده. أعزائي المواطنين المصريين، حفاظا منا على ضغط دمكم الذي ارتفع، واحنا عارفين انه ارتفع فعلا، نتوقف عند هذا الحد ونطلب منكم أن تنتخبوا مرشحكم عمرو موسى رئيسا لمصر. وقابلوني لو صحي الصبح افتكر انه رشح نفسه اساسا.